المفروض كنت تاخدي رأينا برضو قبل ما تعملي اللايف. ما احنا كنا بنتناقش في الموضوع وماما قالت لي اعملي اللي انتي عايزاه. لا، قلتلك اشركينا معاكي قبل ما تعملي اللي انت عايزاه. يا نورة الفيديو حلو، احنا ما قلناش حاجة، كل اللي بنقوله انك تدخلينا معاكي في الموضوع. أنا همسك الموبايل أهو واضغط لها على زر الإعجاب. ها. في حاجة تانية حصلت. ايه تاني؟ شخص مجهول بعد اللايف بعت لي رسالة وقال لي إنه عايز يقابلني في الفصل بكرة عشان يحكي لي مشكلته وأحلها له. تحليله مشكلته؟ فين أهله طيب؟ ومين ده أصلاً؟ معرفش يا ماما، أكيد واحد معايا في المدرسة وعارفني. طيب وانتي هتعملي ايه؟ هقابله واسمعه. مش موافقة. يا ماما افرضي حد محتاج لي فعلا، ما طبيعي الناس تبعت لي، يعني ما أنا اللي قايلة لهم. يبعتولك حاجة ويطلبوا يقابلوكي حاجة تانية. نورة حبيبتي احنا خايفين عليكي، لا يكون حد عامل فيكي مقلب عايز يوقعك او يضايقك. بصي يا حبيبتي، إحنا عايزينك تبقي واعية وفاهمة إن مش كل الناس في الدنيا دي كويسين. أنا فاهمة ده، بس أنا مصدقاه. خلاص، أنا هاجي معاكي. تيجي معايا فين يا ماما؟ ده هيبقى في المدرسة وأنا مش عيلة صغيرة. بس ده لا يمنع إنه ممكن يكون عاوز يستغلك وعايز يقلب الدنيا عليكي. بصي، القرار قرارك في الآخر. الدنيا تتقلب عليا تاني؟ لا لا لا، خلاص مش عايزة. أقابله ولا ما أقابلوش؟ ردي عليا. لو عملتي مياو يبقى هقابله. طب خلاص، لو ما عملتيش بقى مياو يبقى هقابله. ما عملتيش مياو يبقى انتي عايزاني أقابله. بس افرضي طلع مقلب وصوروني وبعدها راحوا منزلين الفيديو. نتقابل بكرة في الفسحة؟ أيوة، في أنهي فصل بالظبط؟ انا خايف نكون بنخوف نورة مننا فتتضايق وتخبي علينا اي حاجة بعد كده. ما أظنش. نورة ما بتعرفش تخبي عليا حاجة، وبعدين ده من حقنا. أنا خايفة من فكرة الفيديوهات دي. انا كمان قلقان قوي منها ومش عايزها. ليه؟ مش للدرجة دي. اللي مطمني عليها إنها قوية وإحنا مربينها كويس. خليها تجرب وتقع وتقوم وتتخبط وتواجه، وفي الآخر هتجيلنا. طب والتمارين وحلمها في التايكوندو؟ انا حاسس انه ما بقاش مهم عندها زي الاول. فعلاً، الأولوية بقت للسوشيال ميديا. أنا لازم أتكلم معاها بس بهدوء.